السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شفتوا يا جماعة الكارثة اللي حصلت في السويد؟ قبل أي حاجة يا جماعة ندعي كلنا على قلب رجل واحد: اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك يا رب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. طبعا انتوا عارفين يا جماعة لما الإسلام ينتشر في بلد بيلاقي هجوم، الإسلام بينتشر أكتر. يعني انتوا عارفين دولة السويد بتسمح عادي لمتطرف قدام السفارة التركية في السويد، واقف عادي جدا وحرق القرآن الكريم، ولا عملوا له أي حاجة. لما جميع الآراء والدنيا قامت على الموضوع ده طبعا، وأثار غضب المسلمين كلهم في جميع أنحاء العالم وجميع الدول، في الشرق وفي الغرب، إن إزاي هو واقف كده ويحرق القرآن الكريم. ردت الحكومة السويدية قالت عادي، ده حرية شخصية، مع إن هم بيسمحوا بحاجات استغفر الله العظيم يا رب، والسويد بيعملوا عمايل بشعة. يا جماعة عارفين اللاجئين اللي بيجوا من دول تانية عندهم حروب وبيروحوا بلدهم زي سوريا وزي بلاد تانية كتير، بياخدوا الأطفال غصب عن أهاليهم ويربوهم على اللهم احفظنا الشذوذ الجنسي، وبيربوهم على استغفر الله العظيم حاجات صعبة جدا جدا، وبيخلوهم يطلعوا ما يعرفوش دينهم، وبيربوهم من صغرهم طبعا ان هم مش مسلمين، وبيربوهم على شذوذ جنسي وحاجات بجد صعبة جدا جدا جدا. احنا عارفين يا جماعة ما نقلقش، وكلنا ننزل في التعليقات كده ان ندعي كلنا ربنا ان ربنا يعز الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. ده مش جديد عليهم، ورفع الشاب ده مع حرقه للقرآن الكريم رفع صور مسيئة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. اللهم انصر نبيك يا كريم، اللهم انصر نبيك وأعز الإسلام والمسلمين يا رب، وانصر دينك يا كريم، اللهم انصر دينك يا كريم. ده عادي بالنسبة لهم يا جماعة، مفيش حاجة، وزي ما قالوا ده